يا جماعة، علاج الأنيميا الموضوع مش بالبساطة بتاعتكم دي. بلاقي تعليق مكتوب لي كده على الفيسبوك مثلا: يا دكتور ابني الأنيميا بتاعته 9، قول لي ايه علاجه. لازم تعرفي ان الانيميا ليها انواع كتير. الحركه اللي بيعملوها في الصحه لما يلاقي واحد الهيموجلوبين بتاعه قليل يصرفوا له حديد، دي كارثه، لان في انواع انيميا غير نقص الحديد، ولو خد حديد انت كده بتضره جدا. وبالتالي لازم تعملي صوره دم كامله وتروحي بيها لدكتورك ويحدد نوع الانيميا ويوزن الطفل ويحسب لك الجرعه المناسبه. فالموضوع مش بالبساطه دي. خلاص، فبعد اذنك مفيش حاجه اسمها الهيموجلوبين كذا اخد ايه. الموضوع مش بالسهوله دي، وكده انت بتضر ابنك. لو حد وصف لك علاج عمياني كده قال لك خدي مثلا مش عارف كذا 3 سم كل يوم، ده كده بيضرك غالبا، او انت مش واثقه ان العلاج ده صح. اتفقنا؟ فبعد اذنك اعملي صوره دم كامله وروحي بيها لدكتورك. خلاص، وبعد كده يحدد لك بقى العلاج المناسب ويحسب لك الجرعه لما يوزن الطفل ويسمع ضربات قلبه ويطمن ان الدنيا ماشيه سموث وان الدنيا ماشيه صح. ربنا يحفظ ولادكم جميعا.